الفضائيين، المينوتور، ووحش لوخنس، كلها كائنات أسطورية شفناها في أفلام الخيال والسحر. وكمان شفنا السحرة وهم بيقولوا تعويذة واللي بتتشكل على هيئة كورة من النار أو النور. وبعضنا اتمنى إن الخيال ده يبقى واقع ويشوف الحاجات دي فعلا في الحقيقة مش بس في الأفلام. وفعلا قدر ناس كتير من دول مختلفة إنهم يشوفوا كورة من النور بتطفو لوحدها في الهواء. وفسرها كتير من محبين ما وراء الطبيعة بإنها مجموعة من الجنيات المتجمعة مع بعضها، لكن طبعا في الحقيقة هي ظاهرة طبيعية نادرة واللي في الغالب بتحصل وقت العواصف الرعدية. والظاهرة دي هي كرات البرق. حاول كتير من علماء الطاقة والطبيعة رصد ودراسة كرات البرق، لكنهم لقوا إن القرب منها مجازفة شديدة الخطورة، وده لأنها قابلة للانفجار في لحظة واحدة. وكمان لقوا إنها قادرة إنها تخترق حتى المباني وتتسبب في إصابات وأضرار، وقادرة إنها تدمر حاجات حواليها بمنتهى السهولة. وعلشان كده حاولوا إنهم ينتجوها بطرق مختلفة، طبعا في مختبرات خاصة ومجهزة علشان يعرفوا سبب تكوينها، وكمان علشان يقدروا يدرسوها بشكل آمن. لكن محدش منهم قدر يجزم وبشكل مؤكد إن الكرات اللي أنتجوها دي هي فعلا نفسها بالظبط اللي بتحصل في الطبيعة، وعلشان كده احتمالات تكوينها مختلفة وكتير. لكن خلينا أقول بشكل مبسط إن الاحتمال الشائع هو إن الكرات دي بتتكون نتيجة ضربة البرق العادي للأرض، ونتيجة الضربة دي السيليكون الموجود في التربة بيحصل له تبخر وبيبدأ يتفاعل مع الأكسجين اللي موجود في الجو، والتفاعل ده هو اللي بيخلق كورة متوهجة من الطاقة بقطر بيتراوح ما بين كام سنتي لعدة أمتار، وبألوان مختلفة منها الأحمر والأصفر والأزرق، واللي بتفضل ماشية في الهواء قبل ما تنفجر بسرعة وتسيب وراها ريحة قوية وكريهة من الكبريت. وده يخلينا نفكر مرتين إذا كنا فعلا عايزين نعيش مشاهد السحر والخيال، ولا نكتفي بس بإننا نشوفها في الأفلام.